السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا معكم السفه بالدجاج. صراحه جات زوينه بزاف، فخليكم معنا باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه لينا حنايا هنايا احتاجينا 3 طريفات ديال الدجاج اللي كان متوفر عندكم. بالنسبه للتوابل عندنا الخرقوم، سكينجبير، البزار، عندنا معلقه صغيره ديال القرفه وعويد ديال القرفه، وعندنا القزبر يابس مطحون، وعندنا معلقه صغيره ديال السمن. عندنا 3 ضروس ديال الثومه، عندنا دويمه ديال الزعفران اللي غادي نديرو غير النص ديالها، يعني غير شويه ديال دويمه ديال الزعفران وواحد شويه ديال الحامض المرقد. وعندنا جوج بصلات حجم متوسط اللي قطعناهم بهذه الطريقه هذه. هنايا غادي نضيفوا نص كاس ديال زيت الزيتون، غادي نحركوا عفوا كلشي مزيان، وغادي نديروه فوق البوطه باش غادي يتشحر لينا. هنايا ضفنا الملحه، طبعا كتبقى دائما على حسب الذوق، وغادي نديروه فوق البوطه وغادي نبداو نشحروه مزيان مزيان حتى غادي كيف ما كتشوفوا حتى غادي ياخذ لينا الدجاج اللون. ما غادي نضيفوا لا حتى شي حاجه، صافي غادي نسدو عليه بحال هكذا والنار مهيله بزاف، وغادي نخليوه حتى يطيب لينا الدجاج مزيان. هنايا سدينا الطنجره وغادي نخليوه حتى غادي يطيب كيف ما قلت لكم مزيان، وغادي ندوزو معاكم للسفه. بالنسبه للسفه احنا استعملنا هذه السفه ديال الشعريه، درنا ربع كاس ديال زيت المائده، عندنا نص كيلو ديال السفه، وانتم على حسب الافراد ديال العائله ديالكم تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا واللي بغيتوا نتوما واللي بغيتوا. درنا الزيت وكيف ما كتشوفوا راه غادي ندخلوا هذاك الزيت مع السفه مزيان، يعني حتى تلبس لينا الشعريه بالزيت كامله. احنا استعملنا الشعريه اللي غليظه شي شويه، يعني ماشي الشعريه الرقيقه. وهنا مباشره غادي نديروها في الكسكاس، وغادي نديروها باش تفور الفوره الاولى. هنايا من مور ما فارت لينا الصفه، يعني الشعريه الفوره الاولى، هانتوما كيف ما كتشوفوا درنا بانيو من التحت، وفي الكسكاس نفسه كبينا الماء الطايب على الشعريه. هاد المرحله هذه يعني ضروريه الا كانت عندكم السفه عفوا بحال كيف استعملناها حنايا، هذه اللي كتكون غليظه. اما الا كانت السفه الشعريه رقيقه فديروا ليها الماء بارد، ولكن حنا حيت كانت عندنا هادير درنا الماء الطايب. كنحركوا هكذا كيف ما كتشوفوا، كنحاولوا اننا نحللوها مزيان وكنسقطروها من الماء، كنديروها في القصريه باش غادي نعاود نحلوها مزيان.
هانتوما كيف ما غادي تشوفوا معانا. صراحه راه فاش كديروا ليها الماء طايب يعني كيبقاو لكم الفورات التاليين قلالين، يعني كتكون في هذه المرحله هذه بالماء طايب يعني كتزيد طيب شويه. هانتوما كيف ما شفتوا كنحاولوا نحلوها باش ما يبقاوش لينا دوك التكتلات. وهاد المرحله ديال المطايب راه كتخلي لينا تبارك الله الشعريه يعني الحبه مفروزه على اختها، يعني ما كتبقاش هكذا مأجنه ولا شي حاجه. صافي هنايا مباشره كنعاودو نديروها في الكسكاس وغادي نديروها تفور للمره الثانيه. هنا غادي نرجعوا معكم للدجاج. هنايا فاش كان طاب هزينا اللحيمات، هانتوما كيف ما غادي تشوفوا معانا، باش غادي نفرتوهم وغادي نخليو ديك المريقه الدغميره اللي فيها البصله. غادي تشوفوا معانا الطريقه كيفاش غادي نديروا ليها. هنايا درناها في كاسرونه، ضفنا ليها معلقه ديال السكر سنيده وغادي نديروها فوق البوطه باش تختار وتعسل. بالنسبه للدجاج كيف ما كتشوفوا معانا هنايا بدينا كنفرتوه بهذه الطريقه هذه، درناه طريفات صغار. وغادي نستمروا بنفس الكيفيه حتى غادي نكملوا الدجاج ديالنا كامل. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنا رجعنا معكم لديك التغميره اللي درنا فيها المعلقه ديال سنيده، وغادي نبداو نحركوها هكذا يعني حتى تعسل لينا مزيان ديك البصيله. هنايا مباشره غادي نضيفوا ديك الطروفه ديال الدجاج اللي كنا فرتناهم بهذه الطريقه هذه، غادي نضيفوهم لهذيك التغميره وغادي نبداو نحركوا كلشي مزيان مع بعضياته حتى غادي يتجانسوا لينا المكونات، يعني يتجانس لينا الدجاج مع ديك التغميره المعسله ديال البصله. ها نتوما كيف ما كتشوفوا معانا. هنايا غادي نهبطوا السفه يعني المره الثالثه. هانتوما كيف ما كتشوفوا معانا. وغادي نحاولوا اننا نحلوها بالاستعانه بالماء عادي من الروبيني. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنايا كنضيفوا الماء غير بالتدريج، ما حاولوا انكم ما تكثروش الماء بزاف. هنايا كنحاولوا نضيفوا الماء بشويه بشويه وحنايا كنحلوا في الشعريه ديالنا. ما تنسوش اننا في الاول راه حتى لهاد المرحله هذه مازال ما ضفناش الملحه. الملحه غادي نضيفوها حتى لهاد المرحله هذه. شفتوا تبارك الله فاش درنا ليها الماء طايب يعني من مور الفوره الاولى راه كتبقى لينا صفه يعني الشعريه تبارك الله يعني محلوله وما فيهاش تكتلات. هنا كيف ما قلت لكم راه ضفنا رشيشه ديال الملحه على حسب الذوق ديالكم. وغادي نحاولوا اننا ندخلوا كل شيء الملحه مع الصفه مزيان.
هنايا راه خليناها واحد شويه حتى ترتاح. صراحه فاش كنخليوها في هذه المرحله هذه راه كيتضاعف ليها الحجم، يعني مثلا حنا درنا نص كيلو راه كتزاد هي السفه كتزاد. صافي هنا مباشره كنديروها في الكسكاس وكنعاودو نردوها باش تفور للمره الرابعه. هنايا راه هبطنا السفه يعني المره الرابعه. وهنايا غادي تشوفوا معانا اشنو غادي نديرو، وغادي نحاولوا اننا نفكوها كيف ما العاده بالاستعانه بالماء عادي من روبيني. هنايا في هذه المرحله هذه من مور ما غادي نحلوها بالماء مزيان مزيان، يعني هذه كانت هي المرحله اللي قبل من الاخيره. ضفنا كاس ديال الحليب عادي حتى هو بارد، وراه ضفنا معلقه ديال الزبده. بالنسبه لنا حنا استعملنا الزبده حيوانيه. صافي في هذه المرحله هذه من مور ما ضفنا الحليب والزبده غادي نغطيوها وغادي نخليوها ترتاح حتى غادي نبغيو يعني باش يعني باش نقدموها، يعني طبق التقديم غادي نغطيوها. فاش تبغيو تقدموها باش تعاودوا ديروا ليها الفوره الاخرى اللي هي الفوره الخامسه، وديك الساعه عاد غادي تطلعوا فيها الفوره. فهمتوا؟ كنتمنى انكم تكونوا فهمتوني. ها انتم كيف ما شفتوا هنايا راه غطيناها بزيف عادي. وهذه غادي تكون هي المرحله الاخرى، يعني هنا فاش بغينا نقدموها طلعنا فيها الفوره الاخيره كيف ما قلت لكم قبل. وفاش غادي نهبطوها غادي تشوفوا معانا اشنو غادي ندير كمرحله اخيره. صافي هنايا وغادي نهبطوها للمره الاخيره. نتوما كيف ما شفتوا تبارك الله ما شاء الله، يعني راه مفكوكه وجات يعني محلوله ما فيهاش كاع التكتلات نهائيا بهذوك المراحل اللي درنا من قبل. دابا في هذه المرحله ضفنا سكر كلاصي، وطبعا الحلاوه كتبقى اختياريه لكم. تقدروا ما ديروش السكر في هذه المرحله هذه نهائيا، ولكن كيبقى كيعطي واحد البنه زوينه. ودرنا شويه ديال الزبده، زبده حيوانيه، وغادي نخلطوا كلشي مزيان مع بعضياتو وغادي نبداو في المونتاج ديال السفه. صافي هنا كنحاولوا اننا ندخلوا الزبده مع السكر كلاصي وفي ديك السفه. صافي هنايا غادي نجيبوا طبق التقديم اللي غادي نحطو فيه، وغادي نبداو في المونتاج كيف ما قلت لكم. هنا حيت السفه كانت سخونه شويه باستعانه باي حاجه عندكم هزينا نص ديال السفه، درناها بهذه الطريقه هذه.
وغادي نديرو طبقة ديال الدجاج اللي كنا صيبناه معكم قبيله. وغادي نغطيو بطبقة اخرى ديال السفة. هنايا ضفنا شويه ديال الكاوكاو اللي كونكاسي، يعني محمر وغير مهرمش، ماشي مطحون بزاف. وغادي نضيفو الطبقه الثانيه ديال السفه كيف ما قلت لكم قبيله. وبالنسبه للتزيين كيبقى اختياري لكم تماما، تقدروا تزينوا باي حاجه عندكم. كفكره غادي تشوفوا معنا حنايا باش زيناها. وكتحاولوا انكم يعني تغطيو على هذاك الدجاج، وكيجيو طبقات. يعني صراحه راه جات زوينه بزاف، كنتمنى انكم تجربوها. وصافي، هذه كانت الوصفه ديالنا ديال اليوم، كنتمنى انها تنال اعجابكم. كيف ما العاده ما تنسوناش من لايك ديالكم، تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ملي ننزلوه ان شاء الله. وما تنسوناش من لي كومونتير زوينين ديالكم، وشكرا على الدعم ديالكم المستمر. وبصحه والراحه، نتلاقاو في وصفه جديده.